عريس شغال، الله ينور، كلنا بقى شاهدين بكده. لحظة، لا طلع البت دي بره، البت دي بتصرم على البت اللي هي انتوا فين ولا يخرب بيوتكم. والى هنا نبارك للعريس طبعا على الجوهره اللي هياخدها، ونبارك لابوها طبعا على التربيه اللي رباها، ونبارك لكل اللي قاعدين دول ان انتوا يعني الزراعه اللي زرعت والخلفه اللي طلعت، كل ده محتاج يتحط في بلاعه وتطفح. وانا اسف جدا جدا جدا. اول ما شفتها قلت ذكاء اصطناعي، اما كملت الفيديو قلت سنه بيضه. يا اخي الثقه اللي هي ماشيه بيها تشككنا احنا في نفسنا ان احنا اللي غلط وعينينا غلط وكل حاجه فينا غلط. انت اتربيتي، انت شاربه سلوكس. مش بالكلام. ما انا سامع صوت تزييق عظم، العظم بزيق يا حاجه. عينيا وقلبي وتخليني. دي نزوات البحر، ولا انت عروسه البحر، ولا انت عروسه المولد، ولا انت في ايه، ولا هتشيلينا ليه؟ لو عن كلام اتقال لي ياما كتير كلام من قبل حبك. بصراحة برافو عليك. أنا قلت هتنزل مش هتقدر تطلع، بس طلعت يعني. ما ليه؟ ما أنت تعملي آخرتك يعني. ده منظر، دي ليه على البحر؟ ليه قدام ليه تنزلي على السوشيال ميديا يخرب بيتك؟ راعي سنك راعينا. ايه الحاجات الزرايب دي؟ باشا علاء، سيبك من اي انتقادات واي هري الناس بتقوله. انت واخد بطل، انت واخد اجمل بص اكتر واحده في المكان كده. احنا بس محتاجين نعرف انت بتشوف ايه غير اللي احنا شايفينه. يعني في حاجات تانية في جسمها انت بتشوفها احنا مش شايفينها، ولا ده كل اللي عندها، ولا في ايه؟ ولا حضرتك انت بقى مبسوط بقعدتك كده وانت مش محتاجه حاجه يعني. هو بعيدا طبعا عن الموهبه اللي انت هتسمعوها دلوقتي، ولكن انا عندي بس تعقيب بسيط. تفكروا في الزمن ده الكدابين اتمكنوا. صوت جميل جدا جدا فوق له. انا جسمي قشعر من قوه ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ يعني ايه؟ الايه اتقلبت ولا ايه؟ اللي الراجل لابس فستان والبنت لابسه قميص نوم وقاعدين كده مفرشخين، واللي هو اي زيطه وخلاص. ايه الادب ده؟ ايه الاحترام ده؟ ايه المستوى الفاجر من الفجر اللي انتوا وصلتوا له ده؟ انتوا وصلتوا كده امتى؟ ولا رحتوا فين؟ ولا انتوا دخلتوا النار واحنا في الدنيا؟ ولا انتوا فين؟ ولا في ايه؟ بصي، قبل ما تقولي اي كلمه انت خدي قلبي بجد والله، خدي قلبي وقلب كل المصريين وكل السعوديين. اول شيء لازم تفهموا انه القبول من رب العالمين، مو اي حد يكون عندك والنعم بنت بلدك اهي. والنعم في السعوديه اول وجلست تتزارف والنعم ما كل معاهم دمك بيض ما ينهضم. رحت قلت خلاص اخش على الملعب الثاني، دخلت على مصر، انا اخوالي مصريين ومصر وتهايط وما خليت شيء ما سويت. بس بقى عشان بيزعل برضه ما انبلعت. ما انت لازم تعرف ان مصر والسعوديه سبحان الله زوجهم واحد. ما انبلعت لا بالتجربه هنا ولا بالتجربه هناك. ايش قلت خلاص اعلم. بقول لك انت تاخدي قلبي وخدي بصي قلوب المصريين كله والسعوديين. ما حد اعطاك وجه الا اللي فاضي زي كده يطقطق عليك شوي، لكن عن محمل الجد ما حد اعطاك وجه. دمك ما ينهضم والنعم. اظن بعد الفيديو ده اتمنى تراجع نفسك وتشتغل ميكانيكي. طب احمر لك فراخ؟ لا. طب اغير لك مناخ؟ لا تخرج قبل ان تكون. طب اكون لك سباخ؟ بجد اي حاجه، انا مش عايز احير. طب تاكل ورث في بيت ابويا؟ مش حابب. طب تاكل ورك هشام اخويا؟ عنده حسنه وانا بعرف. طب اجيب لك بستله بويا؟ حاسس انك بدأتي تهتمي بالقافيه على حساب الغدا. انتوا كاتبين على الفيديو وكمل على اليوتيوب ليه؟ انتوا واضح ان انتوا بدأتوا تهتموا بالاعضاء التناسليه جامد يعني انتوا بوظتوا كل حاجه.
ده يا باشا اما تشقطها من الساحل وتتجوزها في الساحل وتخلفه في الساحل، ده منظر الخلفة اللي بيطلع. للأسف الشديد أما طفل ممكن 10 سنين بالكتير يعمل المناظر دي ويعمل الحركات والإيحاءات دي، يبقى عليه العوض في كل الجيل اللي بيطلع من الساحل. تعرفين انا عاوز اجيب سيخ مولع، سيخ اي عيله او اي مرض اشوفها على التيك توك بالمنظر ده، احط السيخ في ودانها، اعدي السيخ كده في ودانها تشيط، عشان اللي احنا بنشوفه ده ضد كل حاجه، ضد قيم ومبادئ وقانون وشريعه كل حاجه. يعني ايه؟ ما فيش تربيه، ما فيش راجل، ما فيش رجاله في البيوت، ما فيش حد شاتمهم، ما فيش حد مربيهم، نربيهم احنا بالسجن. شاهد ولا اول مره ايه، وللمره المليون في خاد الهام احنا شفناها كتير، فما تفرقش دلوقتي. لكن دلوقتي احنا بنشوفها في اخر ايام حياتها، اللي هو هتبقى في القبر كده طازه، سيئات طازه كده، اللي هتدخل تتشوي جوه بسبب بقى عندنا كلاسم. الكالسيوم الطقم مش عارف ب 20 جنيه، ولا نبعت لك طقم تلم نفسك بيه انت واللي ماشيه تضحك وراك دي، والراجل الطيب اللي معاكوا ده شكله هو فقير انه يجيب لكم طقم بتاع يا ابو سويرس. ما تاخدهمش كده عريانين في البتاع المهرجان، الناس فعلا مكفيه. بعت لهم، يا اما ما تشغلوش ليه تشغلوا الطيارات بقى، او البتاع المراوح اللي هي بتطير الهوا دي فتحت الدنيا في المهرجان السنه دي. احنا في حصه في رابعه ابتدائي تقريبا او في 5 ابتدائي. المهم الموضوع مرعب جدا. تخيل طلاب في ابتدائيه معاهم تليفون فاتحين فيديو على التيك توك او لايف على التيك توك، مطنشين الابله خالص او الميس اللي هي بتديهم. مفيش اي ادنى مسؤوليه على الاباء او على المدرسه اللي سمحت لطلاب زي دول او اطفال زي دول يدخلوا بتليفونات لحد الفصل. للاسف الشديد الاطفال دول خلاص كده مستقبلهم بالسلام. اللي تفتح لايف في رابعه ابتدائي تعمل زي هدير عبد الرازق وهي في الثانوي. طرشم ابويا الفائد، ليه يا عم ايه العقوق ده يالا؟ فلوس متلتله ومحذبها عليا. لا يعني انا لو معايا فلوس هشتغل واشقى. ما انت بتشقى عشان النسوان اللي بتصرف عليها. نسوان مين يا عم؟ حتى ب 50 جنيه من معاك اروح اشرب، اجيب لي واحده اي دي. يلا يا عم انت والاي دي بتاعتك يا عم. انت معرفتش تربي.